السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أتم صحة وحال. شايفين السمك الجميل قوي ده؟ سمك سنجاري بالسمك المكريل. يلا بينا نشوف الخطوات مع بعض ونشوف الطريقة والتتبيلة الروعة اللي هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. معايا سمك مكريل او بلاميطة زي ما بتسموه. هنجيب السمك ونفتحه بقى من الظهر بالشكل ده. بشوف ناس بتفتحه من البطن، بس هو الأحسن ان هو يبقى مفتوح من الظهر. هنفتحه بقى من الظهر ببوز السكينة بالشكل ده. اهم حاجة السكينة معاك تكون حامية. هنفتح من الاول من عند الدماغ كده وبعدين ننزل بالسكينة لتحت وبالشكل ده كده ما شاء الله. هنطلع بقى القلب بتاعه وننضفه كويس قوي والنغشوش وكل حاجة زيادة ملهاش لازمة. هنطلعها بقى من السمكة وننضفها كويس جدا. هعمل معاكم كمان واحدة اهو، هفتح معاكم كمان واحدة بالشكل ده كده. افتح من عند الدماغ الاول وبعدين انزل بالسكينة لتحت زي ما انتم شايفين كده، واوسع بقى لو في حاجة ماسكة في بعضها، وانضف القلب زي ما شفتوا كده، واخلص بقى الكمية كلها. وهوريكم شكل السمك عامل ازاي في الاخر. وهننقعه بقى ان شاء الله في مية بعد ما فتحناه كله ونضفناه وغسلناه كويس تحت مية جارية. هننقعه بقى في مية بخل بليمون وملح. تمام، هسيبهم منقوعين كده تقريبا 10 دقايق على ما اجهز الحشو بتاعه. معانا ايه بقى في الحشو؟ معايا طماطم، معايا بصل، جزر، فلفل اخضر، قرن فلفل حامي احمر، معايا عود بقدونس او كزبره زي ما انت عاوزه، ومعايا 5 فصوص توم. تمام، طماطم، جزر، بصل، فلفل اخضر، توم، بقدونس او كزبره. لو عندك الاتنين حطي، لو بقدونس وكزبره موجودين حطي، دي ريحه جميله قوي. هنقطع بقى الطماطم والبصل وكل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بالطريقه دي كده، كانك بتقطعي سلطه بس صغيره شويه. هنقطع بقى كل الحاجات اللي معانا اهو، والثوم بتاعنا هنفرمه قوي زي ما انتوا شايفين كده. تتبيله بقى يا بنات للسمك تحفه. هتشوفوا دلوقتي التوابل وهتشوفوا المكونات كلها معايا دلوقتي. هنا بقى الجزر بتاعي مش هخرطه، الجزر هبشره بالمبشره زي ما انتوا شايفين كده عشان يستوي برضو معايا بسرعه ويديني برضو شكل جميل قوي زي ما انتوا شايفين كده. خلصنا التقطيع كله اهو. معايا بقى ملح وفلفل وكزبره ناشفه وبابريكا وكمون و7 بهارات وخلطه سمك. جايبه خلطه سمك جاهزه. هنزلهم بقى كده على المكونات بتاعتي دي، وهنزل بعصير ليمونتين. طبعا السمك اهم حاجه فيه الليمون والكمون، الاتنين دول اهم حاجه في السمك، عنصرين اساسيين في السمك. هقلب بقى التتبيله بتاعتي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، وفي الاخر هنزل بشويه زيت واقلبها كويس كلها مع بعضها. وعندي بقى السمك بتاعي كده صفيته كويس من الميه. هقطع بقى ورق فويل وعليه ورق زبده زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، وهلفه حوالين السمكه. بلاش تحط الفويل على طول على السمك علشان الفويل طبعا غلط ان هو يلمس الاكل. تمام، يبقى نحط ورقة فويل وعليها ورقة زبدة، ونحط السمكة بقى فوقها ونلف الفويل حواليها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. سهلة جدا. هجيب بقى الحشوة بتاعتي وهشبع واشرب السمكية جدا بالتتبيلة وبالحشوة دي زي ما انتوا شايفين كده. الحشوة دي يا بنات تحفة تحفة. اعتمديها في السمك السنجاري بتاعك ان شاء الله ان شاء الله مش هتعملي غيرها بنفس التوابل ونفس المكونات دي، وان شاء الله هتدعيلي باذن الله. هتعجبك قوي قوي وريحتها هتجيب لاخر الشارع. تمام، خلاص خلصت اول سمكية بالشكل ده. رصها بقى في الصينية بتاعتي اللي هتدخل الفرن. هنعمل كمان واحدة مع بعض. هجيب ورقة فويل وعليها ورقة زبدة وهفرد السمكية بتاعتي كده بالشكل ده عليهم.
احط الحشوة او الف الفويل الاول زي ما انت حابه، الاسهل ليكي اعمليه. انا عملت مره كده ومره كده، مره لفيت الفويل الاول وبعدين حطيت الحشو، والمره التانية احط الحشو اهوت وبعدين الف الفويل. تشبعي السمكيه قوي بالتتبيله الخطيره دي، وتلف بقى كويس السمكيه بالفويل وورق الزبده بالشكل ده. بالظبط كده زي ما انت شايفه. خلاص تمام بالشكل ده. هرصها بقى في الصينيه برضو اللي هتدخل الفرن، وهكمل بقيه السمك كله وهوريكم الشكل في الاخر عامل ازاي. ده كان شكل السمك بتاعي بقى بعد ما حشيته كله. بسم الله ما شاء الله، شكله جميل جدا والريحه تحفه تحفه تحفه، والتتبيله خطيره. عندي بقى هنا ليمون متقطع شرايح، هحط كده ليمون فوق السمك، شريحتين ليمون على كل سمكه كفايه قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهدخله بقى الفرن على درجه حراره عاليه. ليه عاليه بقى؟ علشان السمك ما ينزلش ميه فيبهدل الدنيا ويبهدل الورق ويحرق الصاج. هتحطيه على درجة حرارة عالية، والسمك ما بيغيبش في الفرن، يعني تقريبا بياخد ربع ساعة او تلت ساعة وهيبقى زي الفل. على ما السمك بتاعي بقى يتحمر في الفرن ويستوي، هنعمل مع بعض رز صيادية. عندي حلة سخنة على النار، هنزل فيها بشوية زيت ومعلقة سمن بلدي، وهنزل ببصل مبشور تمام، واقلبه كويس قوي كده مع بعضه لحد ما ياخد اللون البني الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وانزل عليه بقى بالرز المغسول والمتصفي، واديله تشويحه حلوه كده بقى مع البصل. وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره صويا صوص. الصويا صوص هو اللي بيعزز معايا اللون وبيخلي اللون السمك الصياديه بني كده وشكله جميل قوي. هنزل بقى بملح وفلفل وشويه سبع بهارات وشويه كمون، ونزلت كمان بشوية مرق الدجاج بودر. هقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعضها، واسيب الرز يتشوح شوية بالتوابل والبصل. يكون عندي مية مغلية، هنزل بقى بالمية المغلية فوق الرز. ظبطي بقى انت المقدار بتاعك زي ما انت عاوزة. وبعد كده بقى هنغطي عليه ونسيبه لحد ما يغلي. وبعد ما يغلي هقلبه كويس واوطي عليه النار، احطه على نار هاديه شويه، وهدي عليه النار لحد ما يستوي، وهتشوفوا احلى سمك صياديه. وده كان شكل السمك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، تحفه التحفه. والريحه كانت قلب المكان، نظافه وجمال وطعم مفيش بعد كده، ولا تشتري بقى من بره ولا تعمليه جاهز ولا الكلام ده، كل حاجة بايدك في البيت احسن. وده كان شكل الاكل بتاعنا النهاردة. وده الرز الصيادية بتاعنا اللي لونه خطير جدا، شايفين لون السمك ومفلفل وكان تحفة. وقالينا بقى بتنجان جنب السمك وسلطة. وطبعا السمك ما يحلاش من غير بصل اخضر. ولو عجبتكم بقى الوصفة دي وبالتتبيلة دي، متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وفي رعاية الله، سلام عليكم.